لا بغياش قوتيلا بزاف بنينه. اروح نشارك معكم اسهل وانجح عجينه للبغياش. تبعوني. في البول نتاع البيتخا نبداو بلو لو فان رابيد واللي فيه الخماره، السكر، الحليب الدافي. نزيد لهم كاس ونص فرينه، نخلط ونغطيهم ونخليهم يخمروا 20 دقيقه في بلاصه دافيه. وكي تحلوا عليهم غادي تلقاو الميلونج نتاعكم تفاعل وطلع، وهذا الشيء غادي يمد لكم من بعد عجينه قطنيه. نديغازي هذا الميلونج ونكسره، نزيد الملح، لافاني والخماره نتاع الكاطو اللي غادي تلعب دور محسن العجين لاميليورون. نزيد الزبده دايبه ونخلط كامل المكونات مع بعضهم حتى يتجانسوا، ومن بعد نزيد نكمل لا كونتيتي تاع الفرينه اللي عندي واللي كانت بالبديه 450 غرام. نحط البول نتاعي في البيتخا ونخلي عجينتي تنعجن مده 10 دقائق على سرعه متوسطه، وفي التالي غادي تخرج لكم عجينه بزاف ليس والاستيك. نغطيها ونخليها تخمر مده 45 دقيقه حتى لساعه، والريزولتا كيما راكم تشوفوا عجينه مفخفخه مقطنه وسهل بزاف التعامل معها. نديغازيها ونبدا ديريكت نخدم بها. نوزن كرات نتاع 50 غرام، نكورهم مليح على بعضهم، ومن بعد نجيب الوراق ونحل كل كره باش تستقبل الحشو اللي هو لا باتا تارتيني غوتيلا شوكولا نوازيت اللي فيه زوج غنيين بالبندق، ونسبه البندق فيهم هي 13%، الشيء اللي يخليها بزاف بنينه وبارفومي. نحل كل كره تاع العجين بالسمك اللي نبغيه، ونحط تاني لا غوتيلا بالكميه اللي نبغيها، ومن بعد نلوي العجين على بعضها كيما نديرو مع الغولي. وكي نشكل الغولي تاعي ندير شكل حلزوني ونحطه في لي كيسات نتاع لي موفان. سينو تقدروا تاني تحطوهم في هذوك لي مول نتاع الكب كيكس. نحطهم يخمروا للمره الزوجه في بلاصه دافيه، وقبل ما ندخلهم يطيبوا ندهنهم بخليط نتاع حليب والبيض، وطلعوا على ريحه الدار كيفاش تولي. غير ريحه العجين دايره حاله، وزادت كملت عليها ريحه غوتيلا، الحاله تفحفحت. هاد لاغسيت غير سجلوها وديروا لها حفظ عندكم، سورتو وصفه العجينه غادي تفيدكم في بزاف حوايج وغادي تدعوا لي. على بروشين.